السلام عليكم أصدقاء شريط السينما في حلقة جديدة. وفي حلقتنا النهاردة حاولت إني أعمل لكم ملخص لأهم الأفلام المشوقة والمنتظرة لعام 2023. ومن غير كلام كتير كالعادة بسرعة نبتدي حلقتنا. ونبدأ بالفيلم المنتظر بشدة للمخرج الكبير كريستوفر نولان، اوبنهايمر، واللي هينزل يوم 21/7. وهيتكلم الفيلم عن قصة حياة العالم روبرت اوبنهايمر ودوره في تصنيع القنبلة النووية أثناء الحرب العالمية الثانية، واللي بدورها غيرت مصير الحرب فيما بعد. الفيلم هيشارك في بطولته حوالي 9 نجوم من العيار التقيل، أمثال كيليان مورفي وإيميلي بلانت ومات ديمون ورامي مالك وجاري أولدمان وروبرت داوني جونيور، وكمان فلورانس بيو وجوش هارتنت والنجم كينيث برانا. About what's happening here. ونوصل بعد كده لآخر أفلام المخرج الممتع إم نايت شايمالان، نوك أت ذا كابيان، واللي نزل بالفعل يوم 3/2، واللي هيدور عن 4 مسلحين بيتهجموا على كوخ بيعيش فيه أحد الأسر مع طفلتهم، وهيطلبوا منهم اختيار في منتهى الصعوبة، ولكن الاختيار ده هيتوقف عليه مصير نهاية العالم. البطولة هتكون للنجوم ديف باتيستا وروبرت جرانيت وجوناثان جروف. Do you really think it's all just a coincidence? I have to believe that! My son is gonna die. His name is Charlie. As a mother, I am begging you. You're the only one who can stop this. Andrew, I saw something. There was something in the light. And I feel it now. ودلوقتي مع الفيلم الممتع رانفيلد، واللي هينزل في يوم 6 إبريل. وأحداث الفيلم هتدور عن شخصية رانفيلد الخادم المقرب للكون دراكولا، واللي بيقرر التمرد على سيده والابتعاد والخروج للعالم الخارجي. ومن خلال أحداث الفيلم هنعرف هل دراكولا هيوافق على القرار ده ولا لا. البطولة هتكون للنجوم نيكولاس كيج ونيكولاس هولت. Exactly. He won't grow to full power. What? That's so weird. Why would you phrase it like that? But yes. Hi. Are you here for the meeting? Well, come on. No! No! Some call me the Dark One, others the Lord of Death. To most, I am Dracula. Okay, obviously we're dealing with a little bit more than just narcissism here. وتعالوا سريعا نتابع أخبار واحد من أقوى الأفلام المنتظرة، هو فيلم جون ويك شابتر 4، واللي هينزل يوم 24 مارس. ونرجع تاني مع فصل ومغامرة جديدة لجون ويك لما بيكتشف أخيرا طريقة للقضاء على المجلس الأعلى للقتلة المأجورين واستعادة حريته، ولكنه في الوقت ده بيكون عليه مواجهة عدو قوي ومتمكن. البطولة هتكون للنجوم كيانو ريفز ودوني ين ولورنس فيشبورن وبيل سكارسجارد. The only way John Wick will ever have freedom and peace is in death. Yeah, not really. ويا ريت من اولها كده يا جماعه اللي قلبه ضعيف ما يتابعش الجزء ده من سلسله ايفل ديد، واللي هينزل بعنوان ايفل ديد رايز، واللي هيتم عرضه بتاريخ 19 ابريل. وهتبدا احداثه بعد لم شمل العيله في ظروف مروعه، ومع الوقت هيلاقوا نفسهم في مواجهه كابوس مرعب، وهيكون عليهم الدخول في مواجهه مصيريه من اجل البقاء. البطوله هتكون لأليسا ساذرلاند وليلي سوليفان. I'm getting us out of here. I promise. You'd be a good mom someday, Hannibal. Oh yeah? ونوصل بعد كده للفيلم الجميل في فكرته واسلوبه انفينيتي بول،
واللي هيتم عرضه بتاريخ 27 فبراير. القصة هتدور حول جيمس وإم اللي بيقرروا يقضوا اجازتهم في جزيرة جديدة ومنعزلة، والقصة الفعلية بتبدأ لما بيحصل حادث تصادم من جيمس وبيلاقي نفسه محكوم عليه بالإعدام حسب قوانين الجزيرة، ولكن بيعرض عليه أحد الأطباء صفقة إنه يتم إنقاذه مقابل إنه يوافق على عملية استنساخ. البطولة هتكون لألكسندر سكارسجارد ومايا جوث. Here, the punishment for any crime committed is death. What did you say? But for a significant sum, we'll build a double to send in for your execution. Double? وبعد نجاح الجزئين اللي فاتوا هيلتقوا عشاق السلسلة وفيلم جديد بعنوان كريد 3، وهيتم عرضه إن شاء الله يوم 3 مارس، واللي هيكون مع الأسف بدون ظهور النجم سيلفستر ستالون اللي عودنا بظهوره في الجزئين اللي فاتوا. وهتبدأ أحداث الفيلم في تحدي جديد للبطل أودينيس كريد في مواجهة المرة دي مع خصم مش سهل في مباراة مميتة. الفيلم هيكون إخراج وبطولة النجم مايكل بي جوردن بالاشتراك مع تيسا تيمبسون وجوناثان ميجر. Don't let him destroy everything you've built. Everything we've built. You out there boxing. I need you to start fighting. والسنة دي هنلتقي وأحداث الجزء الثاني للفيلم المشوق دون بارت 2، واللي هينزل بتاريخ 3 نوفمبر. والأحداث هتكون تتمة للجزء الأول مع مزيد من المغامرات للقائد بول أتريدس. البطولة هتكون لتيموثي شالامي وريبيكا فيرجسون وخافير باردم وجوش برولين والعديد من النجوم. ويلا ننتقل سريعا علشان نتابع أحدث أخبار الفيلم المنتظر Mission Impossible Reckoning Dead Part 1، واللي هينزل بتاريخ 14 يوليو. وزي ما سمعنا على لسان النجم توم كروز ان الفيلم ده هيكون اخر اجزاء سلسلة ميشن امبوسيبل، واللي قرر انه هيتم تصويره على جزئين. ولسه لحد دلوقتي ما تمش الاعلان عن اي تفاصيل خاصة بقصة الفيلم، ولكن كعادة النجم توم كروز هننتظر منه دايما فيلم مليء بالاثارة والمغامرة. هيشترك مع النجم توم كروز في بطولة الفيلم النجمة ريبيكا فيرجسون وسايمون بيج وفين جرامس. وتعالوا سريعا نتعرف على اخبار فيلم 65 واللي هينزل بتاريخ 10 مارس، واللي هتدور عن رائد فضاء هتنحرف سفينته بطريق الخطأ علشان يهبط على كوكب غريب، ولكن مع مرور الوقت بيكتشف انه على كوكب الارض ولكن من 65 مليون سنة، علشان يلاقي نفسه وجها لوجه في مواجهة الديناصورات اللي كانت بتعيش على الارض في الوقت ده. البطولة هتكون لآدم درايفر والكسندر تشيك. You need to be quiet and move. You and I are gonna get home. Oh, family. Ready? دلوقتي مع واحد من اكتر الافلام المنتظرة لعام 2023، هو فيلم ذا كيلر للمخرج المبدع ديفيد فينشر، اللي ياما قدم لنا اعمال مميزة زي 7 وفايت كلاب وغيرها كتير من الاعمال المميزة. الفيلم هينزل ان شاء الله في السينمات في يوم 10 نوفمبر. عن الاحداث لسه ما بانتش لحد دلوقتي ملامح واضحة عن قصة الفيلم، غير انه هيتكلم عن قاتل متسلسل بيقرر التوبة لكنه بيكون عليه مواجهة ماضيه ومصيره الاسود اللي هيطاردوه. البطولة هتكون للنجوم مايكل فاسبندر وتيلدا سوينتون وصوفي تشارلوت. وسريعا للجزء السادس المنتظر وفيلم سكريم 6، واللي هيتم عرضه في السينمات بيوم 9 مارس. والاختلاف في الجزء ده هيكون بان القاتل هيواجه ضحاياه في مدينة نيويورك مش في بلدة صغيرة كما هو المعتاد في بقية الاجزاء. البطولة هتكون لأبطال الجزء الخامس ميليسا باربرا وجينا أورتيغا. You got a problem here, guy?
هننتقل سريعا للفيلم الانيميشن الوحيد الموجود في قائمتنا، وهو فيلم أليمنتال، واللي هيعرض بتاريخ 16 يونيو. والفيلم ده هيكون منتظر بشدة لاشتراك شركتين كبار زي ديزني وبيكسار في انتاجه، وكلنا عارفين طبعا ان الشركتين دول لما بيقرروا ينتجوا فيلم بيكون من نوعية افلام شفناها وحبيناها زي مونستر انك وفايندينج نيمو واب وانسايد اوت وافلام جميلة كتير. وعن قصة الفيلم هيتكلم عن عناصر الطبيعة زي النار والهواء والمية متجسدين في صور كرتونية، وهنتفرج ازاي كيفية معيشتهم مع بعض. لو ركزنا هنلاقي ان الفيلم ده هتدور احداثه بشكل مشابه زي فيلم انسايد اوت. البطولة هتكون لمامادو آثي وليا لويس. Sorry. سريعا للفيلم الغريب في قصته، كوكين بير. الفيلم هينزل في السينمات بتاريخ 24 فبراير. الفيلم قصته هتدور عن طيارة تهريب كانت محملة بشحنة كبيرة من الكوكايين، ولكن مع بعض العوامل الجوية بيقع منها شنطة كوكايين من اللي كانوا موجودين فيها، وعن طريق الخطأ بيلاقيها دب من اللي كانوا موجودين في الغابة ويبتدي ياكل منها، ومع الوقت بيتحول لوحش مفترس وبيقتل كل اللي في طريقه. قصة غريبة جدا، ولكن الأغرب إنها قصة حقيقية وقعت أحداثها بالفعل في ولاية كنتاكي الأمريكية عام 85. البطولة هتكون لري ليوتا وكيري راسل. There was a bear. A bear? It was far. Hey, that's inappropriate. You're safe. Bears can't climb trees. Of course I can! Higher, baby. Oh shit! Get higher, baby. It kind of seems like the thing that stays with a man forever. تتم قيمتنا بأكتر فيلم منتظر السنة دي، وهو فيلم Killers of the Flower Moon. الفيلم لم يحدد موعد عرضه إلى الآن، ولكن من المنتظر حسب الأقاويل إن هيتم عرضه في آخر السنة دي. ولكن يكفيني أقول لك إن الفيلم ده اجتمع فيه كل عباقرة الفن اللي موجودين، أولهم المخرج الكبير مارتن سكورسيزي بالاشتراك مع النجوم ليوناردو دي كابريو وروبرت دينيرو. وبس خلاص كده، بعد كده مفيش كلام تاني يتقال غير اننا هنكون على موعد مع ملحمة فنية قوية جدا. وبكده تكون خلصت حلقتنا، وارجو لو الحلقة عجبتكم ياريت لو تشتركوا في القناة، وياريت كمان لو تشتركوا في صفحتنا على الفيسبوك، هتلاقوا اللينك بتاعها موجود في خانة الوصف. وياريت ما تنسوش انكم تفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصل لكم حلقاتنا باستمرار، وما تنسوش كمان انكم تدعمونا بلايك وشير، واستنونا في حلقة جديدة من شريط سينما.